السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله جاي لكم بفيديو جديد لزراعة الجراوة، وإن شاء الله هنعرف مع بعضينا الجراوة اللي هي علف الفيل أو الجراوة السكري إن هي الأحسن إن أنت تزرعها في الزراعة في الصحراء. يا جماعة هنشوف إن هي اللي هتنفع في الأرض الصحراء، وهنشوف إن هي اللي هتنفع في الأرض الزرقاء. يا جماعة تمام، الأرض اللي هي طينة. يعني إحنا دلوقتي هنزرع مع بعضينا في الأرض الرملة بنفس الشكل حضراتكم شايفينه. طبعا انا هنا منقر يا جماعه بالشكل حضراتكم شايفين ده. انا هنا منقر دلوقتي وهبدا اني اجيب التقاوي بتاعتنا. انا جايب يا جماعه الاحسن التقاوي اللي انت تزرعها في الارض الرمله. احسن حاجه انك تزرع يا جماعه العلف اللي هو علف الفيل. يا جماعه علف الفيل اللي هو بيزرع في الرمله، انما علشان علف السكر يا جماعه ما ينفعش غير الزرع فيه غير في الارض الطينه يا جماعه. تمام، يعني العلف اللي هو الرمله، العلف اللي هو علف الفيل يا جماعه زي اللي حضراتكم شايفينه ده جراوه اسمها علف الفيل. ده جراوه اسمها يا جماعه علف الفيل اللي هي بتنفع تزرع في الارض الرمله بس، واللي هي السكر يا جماعه بتزرع في الارض اللي هي الطينه يا جماعه. تمام، يبقى كده عرفنا. والوقت المناسب طبعا لزراعه الجراوه فهو من اول شهر 4 لحد اخر شهر 4. يعني الصيف كله تقدر تزرع الجراوة، لكن في الشتاء ما تطلعش. في الشتاء تقدر تزرع البرسيم. بس دلوقتي هنشوف يا جماعة مع بعضينا الزراعة في الرملة يا جماعة بالشكل حضراتكم شايفينه ده. زي ما قلنا الجراوة اللي انا بزرع فيها دي اسمها علف الفيل. طبعا انا هنا يا جماعة بنقر في النقر بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين كده. بنقر وبعد كده ببدأ اني احط حوالي 5-6 حبايات في النقرة فقط. مش هكتر يا جماعة علشان ده بيطلع غزير وبيبدأ انه يعمل قرص يا جماعة من تحت. بص يا جماعة هالتقاوي، هي دي التقاوي يا جماعة وادي النقرة. بص يا جماعة ببدأ احط اني مثلا 3-4 كده يا جماعة بنفس الشكل اللي حضراتكم شفتوه ده، وببدأ اني احط عليه التربة. بس مكترش التربة يا جماعة كده. بنفس الطريقة دي على طول يا جماعة تقدر تزرع. بأكد عليكم تاني يا جماعة الجراوة اللي هي السكر ما تنفعش تزرع غير في الارض الطينة يا جماعة. في الارض الرملة اللي هي بتاعتنا احنا هنا ما ينفعش انك تزرع فيها. تمام يا جماعة، كده عرفنا الوقت المناسب. وان شاء الله استنونا في فيديوهات تاني كثيرة، بس ما تنسوش تتابعونا علشان يوصلكم كل جديد. كده يا جماعة نبدأ اننا نعمل ونزرع تقاوي تديك نبات بعد 10 ايام هتبدأ تاخد من الجراوة دي نبات. واحنا ماشيين كده على طول يا جماعة. ده الكيلو يا جماعة يعني بيعمل كتير. طبعا في اخر الفيديو بقول لك صلى على النبي.